بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إيه علاقة التهابات الضروس أو الخراريج اللي تحت الضروس أو شيل الضروس خلعها بالجيوب الأنفية؟ الحقيقة في هنا جيب أنفي في الخد كده اسمه الأكسيلري ساينس، وده ليه علاقة بالضروس الفوقانية. الضروس الفوقانية بتبقى عميقة جدا، الجذور بتاعتها ممكن مع الالتهاب تفتح على الماكسيلاري ساينس دي وتعمل مشكلة، ولذلك لازم اي التهاب جامد او خراج او هيشيل الضرس من الضروس اللي فوق يعمل اشاعة الدكتور علشان يتأكد ان مفيش اتصال بينه وبين الاكسيلاري ساينس او الجيب الانفي ده، عشان لو في اتصال وفي التهاب وصل للاكسيلاري ساينس او الجيب الانفي ده بيبقى محتاج عملية جراحية عكس الخلع العادي والبنج الموضعي اللي بيحصل في الضروس العادية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.